زي ما جاش، اصيب زي ما اصيبش. امام عاشور امبارح بكى بكاء كبير جدا، وخد مان اوف ذا ماتش طبعا، رجل المباراه. انا شايف ان هو يستحقها. عمل كل حاجه في الكوره امبارح، ولكن والله كويس. تخيل، والله العظيم كويس يا عم رجب. والله احمد عيد ده كويس، كويس والله. بس هنجيب احمد عيد ونجيب حسام عبد المجيد ونجيب جوزيه جوميز ونجيب ايه يا جماعه؟ ايه يا عم رجب؟ رغم انه زملكاوي، رغم انه زملكاوي. انت عارف يا عم رجب ان احمد عيد ده لاعب نهائي القرن؟ عارف ولا مش عارف؟ احمد عيد كان موجود في نهائي القرن على فكره. كان بيلعب على مين؟ على علي معلول. وكان لاعب لسه سنه صغير. فاكرين انتم نهائي القرن؟ احمد عيد ده كان موجود فيه، كان بيلعب قصاد علي معلول. اه والله. لعيب سريع هو لعيب سريع وكويس فعلا، ويستحق يجي النادي الاهلي على فكره. على فكره، في نهاية كلامي بشكر كل الناس المحترمة اللي كانت موجودة معانا في اللايف. شكر خاص لعم رجب خلاف، لأخويا وحبيبي أحمد، وأحمد محمد كمان حارس مرمى. لا لا لا، حارس ممتاز. أنا قلت الحارس ده هيجي الأهلي على فكرة. محمد أحمد سيحة يا جماعة، قريب جدا 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 من النادي الاهلي. اللي رحيل مصطفى شوبير، اللي عنده بقى هيبقى عنده عروض كتيره جدا، سواء من فالنسيا، سواء من ختافي، سواء من الدوري الانجليزي. وارد 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 وارد. ليه؟ لان شركه التسويق بتاعت عمر مرموش هي اللي متوليه امره. وفي البدايه كانوا مرشحينه لنادي فالنسيا الاسباني، والاقرب ان يكون فالنسيا الاسباني، ده الاقرب يعني. لكن محمد احمد سيحه حارس متميز جدا على فكره. بشكر كل الناس المحترمة اللي كانت موجودة معانا في اللايف. بشكركم شكرا. أستاذ سافي صباح الفل. هو إيه اللي حصل؟ أنا لسه جاي. صباح الفل يا غالي. عم محمد وجدي صباح الجمال. كنت هسيبك واطلع. أداء عالمي من النحاس. أكيد 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 يا عم محمد يا وجدي. أكيد يا حبيبي يا عم محمد وجدي، كنت لسه بقفل والله. حبيبي يا عم محمد يا وجدي، على راسي. انا بتكلم ان حسين الشحات ودع جمهور النادي الاهلي. حبيبي يا غالي، ده انت اللي وشك حلو يا غالي. حسين الشحات ودع جمهور النادي الاهلي امبارح. حسين الشحات اللي قلت لك انه عنده عرض من الدوري القطري. الكلام اللي جالي ان العرض ده هيكون من النادي العربي القطري. العربي القطري. حبيبي حبيبي يا عم محمد، تسلم. تسلم، ربنا يخليك يا عم محمد، ربنا يكرمك يا حبيبي. ده من ذوقك واصلك والله العظيم. ده من ذوقك واصلك يا عم محمد يا وجدي، طبعا اخويا وحبيبي المحترم. وحياة حبيبك النبي يا عم محمد لا تدعي. ادعي لنا الا الدنيا ملخبطه معايا كده شويه. حبيبي يا عم محمد، ادعي لنا كده وانت عند حضره النبي عليه الصلاه والسلام، لان الدنيا ملخبطه كده شويه. انت عارف انت حبيبي يا عم محمد يعني. ادعي لنا كده وانت في النبي حبيبي. حبيبي يا عم محمد يا محترم، ربنا يبارك فيك يا رب. حياة حبيبك النبي ما تنسى تدعي لنا عند حضره النبي عليه الصلاه والسلام. فالكلام ان حسين الشحات ممكن يروح النادي العربي القطري وارد جدا 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 يعني. احتفال حسين الشحات امبارح كان على طريقه محمد ابو تريكه. الاحتفال ده اللي ودع بيه جمهور النادي الاهلي، اللي ودع بيه محمد ابو تريكه جمهور النادي الاهلي. الاحتفال ده اللي ودع بيه محمد ابو تريكه جمهور النادي الاهلي. فحسين الشحات المعلومات اللي عندي انه اقرب للنادي العربي القطري، اللي بيلعب فيه نجل محمد ابو تريكه كمان يعني. احمد محمد ابو تريكه بيلعب في النادي العربي القطري. قفشه عالمي طبعا 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 طبعا. اي حد يقول لك قفشه على قده يبقى فهمش كوره. اي حد يتكلم عن محمد مجدي قفشه ويقول لك على قده يبقى ما فهمش كوره. محمد مجدي قفشه كواليتي تاني خالص، غير لعيبه الوسط اللي في النادي الاهلي، مش تبقى عارف يعني. لعيب كبير قوي طبعا 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 طبعا. واشرف بن شرقي كمان عمل مباراه كبيره امبارح والله. لكن في سوء حظ لازم اشرف بن شرقي وامام عاشور. عشان كده امام عاشور كان بيعيط بعد المباراه. معلول شوف بص، 10 دقايق من علي معلول بتاريخ الباكات الشمال اللي في مصر كلها. 10 دقايق من علي معلول بتاريخ الباكات الشمال اللي في مصر كلها. 10 دقايق او ربع ساعة عملهم علي معلول، عمل فيهم 4 اسيستات او صنع 4 اهداف. لولا سوء التوفيق ولسوء الحظ كان زمانهم اهداف. 10